السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمسية طيبة لكم جميعا أصدقائي الأعزاء، أرجو أن تكونوا جميعا بخير وفي أحسن أحوالكم. الإخوان، اليوم بغيت نطرح واحد السؤال يتعلق بالوضعية الحالية المعضلة المأزق اللي كيعيشو بوليزاريو في أيامه الأخيرة. يعني بوليزاريو دابا صافي وصل لواحد المفترق طرق ولا واحد الانسداد، يعني غيطيروا التيعية وينقزوا التيعية وما غيصوروا والو من هادشي تيديروا كامل دابا في المحاولات ديالهم ديال انهم يعاودوا يطرحوا راسهم كبديل او يعني كمشروع ديال مخاطب. يعني كيحاولوا ما امكن يلقاو هاد الصيغه. هادشي سبق قلنا لهم مرارا عمر البوليزاريو ما كانت عنده الشخصيه القانونيه باش ينتصب كمخاطب او كمترافع او كشخصيه قانونيه ممكن يترافع في المحاكم او غيرها. يعني هادشي تنقاز في الاعلام، في وسائل الاعلام ديال الجزائر، في صفحات فيسبوك، نقولوا ما شاءوا، لكن دائما بقى وضعهم هو انهم شداد افاق متسللين تحت شنح الظلام، يعني بنفس الطريقه باش دخل من بطوش الاسبانيه في واحد النهار بنفس الشكل. ديما جوازات سفر جزائريه، اسماء مزوره، الاكاذيب والاوهام، وعايشين في الاساطير. بحال ديك قضيه الجمهوريه، دايرين جمهوريه كاينه في ادمغتهم في اذهانهم فقط. ودابا الان وصلوا لواحد المرحله هما ولاو كيحسوا انهم عبء على الاتحاد الافريقي، وكيحسوا ان الاتحاد الافريقي كيتسنى غير الفرصه، لانهم اما بعض الاشخاص اللي كاينين في الاتحاد الافريقي في الهياكل ديال الاتحاد الافريقي في المفوضيه ولا في غيرها، اللي هما اما جزائريين اما من جنوب افريقيا، اما حتى من بعض الدول اللي كيكونوا بعض المرتشين او بعض الناس اللي معروفين بولاءاتهم للجزائر وجنوب افريقيا، اشخاص بعينهم معروفين كلشي كيعرفهم، الاتحاد الافريقي كامل كيعرفهم، او دول بحال مثلا نقول جنوب افريقيا والجزائر، زيمبابوي، يعني بعض الكيانات اللي هي باقا تعيش في العصور ديال الحرب البارده. وهادو شادين في واحد الوضع اللي البوليزاريو كان دار ديك الجمهوريه ديالو ديال الوهم في 76 اعلنها بشكل واحد الجانب منه راسو، كاين نزاع هما رضوا عنه جمهوريه وداروا راسهم دوله، في حين انهم حركه مسلحه بتنفصل في ارض ديال دوله اخرى استرجعتها من المستعمر. شو التخريقه كي دايره باش هما ينوضوا في 76 يقول لك حنا دوله، شويه في 84 دخلوهم من منظمه الوحده الافريقيه. يعني تخربيقه راكبه في بعضياتها. من بعد بداو كاينين دول، كاين الرعاة لهذا المشروع اللي كان انذاك بقاو يتراجعوا. كاينين دول اللي مشات للحياد في الموضوع، لانه كتشوف العلاقه ديالها مع الموضوع هي علاقه مع المغرب ومع الجزائر، ما كيشوفوا بوليزاريو، ما كيشوفوا واحد، كيشوفوا الجزائر. دول اللي عندهم مصلحه مع الجزائر وهذا هبطوا علاقتهم ومواقفهم من هذا الواحد المستوى، يعني ادنى ما عنده حتى شي معنى، وخلاو علاقتهم مع المغرب جيده، طوروا علاقتهم مع المغرب وخلاو هذاك الوضع الاخر خلاوه كيتهضم بشويه بشويه، يعني بحال شي كدمه ولا بحال شي بقايا، شي اثار ولا شي ندبه ولا غيرها ديال شي جرح، خلاوها كدوز. البوليزاريو المعضله ديالو هو انه كيتقاتل على ديك الشخصيه القانونيه، لانه يكون كاين وموجود ويتحسب ليه حسن. دائما كيلعبوا على المساحات الرماديه، وكيلعبوا دائما على بعض المواقف بعض الدول وبعض الاشخاص في دول، ماشي حتى دول. ما نشوفوا مثلا غير كينيا، غير بمجرد ما جا هذاك الرئيس صافي سالت القصه. كاين دول اللي كيجي لها رئيس من خلفيه رجل اعمال ولا مثقف ولا كيسالي الموضوع، يعني كتلقى الموضوع كله متعلق بواحد الشخص ولا بواحد المجموعه ديال الاشخاص، واحد النخبه كده. ولا في تقديري راه حتى الجزائر نفس الشيء، كاين واحد المجموعه ديال مرضى النفوس هما اللي متبنين هذا المشروع وقدامين جالسين كيضيعوا فيه الحجره. غيتغير هذاك الشيء كان شيء لم يكن. وقيس على ذلك جنوب افريقيا وغيرها. اذا هما علاش كيتقاتلوا دابا في الدقائق الاخيره؟ كيتقاتلوا على انهم على وعسى غير هذاك التوصيف ديالهم كمخاطب في مجلس الامن يتطور. هنايا لابد من نقولوا اش واقع. بعد اولا عاد نقولوا شنو وضعهم في قرار مجلس الامن، شنو الوضع دابا ديال البوليزاريو في قرار مجلس الامن هذا الحالي 97. البوليزاريو دابا غادي يتوجه لهم الدعوه ديال المشاركه في الاتحاد الاوروبي، في القمه ديال القمه الاوروبيه الافريقيه. غيخرج الاتحاد الاوروبي غيقول لك انا ما وجهتش لهم الدعوه، انا كنتعامل مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الافريقي شغلو هذا. يعني اش دار الاتحاد الاوروبي؟ لصق في الاتحاد الافريقي، خلى الاتحاد الافريقي تما بواحد قمه ال20 تبرهيش كما كيديروا دائما جنوب افريقيا مع الجزائر ديال هنا وهنا، يجيبوا شي واحد من البوليزاريو يصوروه في شي منتدى جانبي، يدوزوا لهم فقره في التقرير النهائي، واخا التقرير يعني التقرير النهائي ولا التقرير الختامي هذا العام فيه بانهم دعم قرارات مجلس الامن وكذا، وبالتالي ما فيهش ديك الهضره ديالهم ديال الاستفتاء وداك الخبير ديال البوليزاريو ما كاينش، لانه ما تقدرش ندوزوا جنوب افريقيا وكاين قرار واضح ديال مجلس الامن، والا غيعتبر انه تطاول على صلاحيه مجلس الامن، وما كاين حتى شي واحد غيمشي معاهم في قمه 20 في التخربيقه. اذا
عندك هاد جوج ديال الحوايج. هما رايدين داعين، قال لك كيتوجهوا بغا يدعيو او كيطالبوا الاتحاد الاوروبي بانه يراجع الاتفاقيات ديالو التجاريه ديال الصيد البحري وديال هذو كاع الاتفاقيات اللي عندهم مع المغرب التي تشمل الاقاليم الجنوبيه، يعني تشمل الصحراء والمغربيه. كيترافعوا دابا. علاش كيقلب البوليزاريو من هادشي كامل؟ كيقلب البوليزاريو من هادشي كامل على انه يلقى ثغرات او سوابق يبني عليها ملي غادي يمشي للتفاوض. حيت دابا التفاوض غيمشيو ليه شاءوا ام ابوا صاغرين، والبوليزاريو غيمشي في التفاوض بصفتو تنظيم. راه القرار واضح، ما فيهش البوليزاريو كيمثل حد، كيمثل راسو. البوليزاريو كيمثل راسو، تنظيم مسلح هز السلاح في 75 ل 91 وافتعل مشكل ودار مشكل امني كيتعلق بقضيه امن وسلم، وكان فيها حرب، وكان هذاك التنظيم مدعوم من دول. 91 نفسه هذاك التنظيم اللي كان هز السلاح دخل في العمليه السياسيه وبدا كيفاوض، وكان كيفاوض باش يثبت مكتسبات ما ربحهاش بالحرب، بغى يربحها بالسياسه، ما صور والو. اذا الوضع شنو هو البوليزاريو؟ تنظيم يمثل نفسه، يمثل الناس اللي كاينين فيه، اللي كيهضروا سميتو، اللي هما اللي فيه. ما كيمثلش حتى الساكنه ديال المخيمات، ما كيمثلهمش البوليزاريو. حيت هذوك اللي كاينين في تندوف المفروض انهم لاجئين حسب المبدا ديال الشمول، لاجئين كتشملهم الصفه الاوصاف اللي حطها الاتفاقيه ديال 54، لكن حسب المبادئ ديال التوقف وديال الاستبعاد ما خصها يدار الاحصاء. خصها يدار الاحصاء باش نعرفوا شكون فيهم كتنطبق عليه جميع الشروط ديال اللاجئ وما فيهش الموانع التي تمنعه على انه يكون لاجئ، بحال هز السلاح مثلا ولا غيره، ولا بحال ارتكب جرائم حرب ولا غيرها، او جرائم ضد الانسانيه، او محتجز، او مغتصب، او ما يستحقش اوصاف ديال اللاجئ، لانه الاتفاقيه واضحه ديال 52 ديال اللاجئين. فبالتالي البوليزاريو لا يمثل الناس اللي كاينين في المخيمات، فبالاحرى يمثل الناس اللي كاينين في منطقه النزاع. هذا الشيء التمثيليه خصها اجراءات، خصها قواعد، ماشي اجي يكون ممثل كتمثل كتقول اللي غينوض زعما انا دابا نقول لك انا كنمثل سيدي الساكنه ديال، كنمثل المواطنين انا ديال شي مدينه، نقول لك انا في هولندا كنمثل الناس السكان ديال مدريد، انا قول لي بفمك اللي بغيتي، اجي يقول لي عجبك. التمثيليه خصها اجراءات. ملي كيقول واحد الناس انهم كيمثلوا واحد السكان معينين او واحد المواطنين ديال الدوله، بعدا شنو هي صلاحيه التمثيل؟ كتمثلهم على اي شمن مستوى؟ كتمثلهم على مستوى رئيس الجمهوريه، قلنا الله يرحم بك شمن انتخابات، شمن هذا، شمن كتمثلهم على مستوى اماره ولا على مستوى هذا، شنو هي الشرعيه التاريخيه والشرعيه اللي بناء عليها عندك التمثيليه؟ تمثلهم بناء على اش؟ بناء على اش؟ شنو الاليه اللي نتكلموا عليها؟ بناء على اش؟ بيعه كي درتوا ليها؟ كتمثلهم على مستوى برلمان او حكومه، شنو الانتخابات اللي دارت هذه الانتخابات؟ شكون شارك فيها؟ شكون هما المواطنين كاملين المواطنه في اراضي مستقره ديال دوله عندها السلطات ديال عليها ودارت فيها هذه الانتخابات؟ كتمثلهم دستورك ما كيمثل حد، ما دار عليه استفتاء، ما شفنا لجان، ما شفنا هذا، ما الدستور ما صوتوه بيناتكم تخربيقات وكتبتوها 12 على الفيسبوك. باش بغيتي بحال الدستور ديال البوليزاريو نصوب لك منه 1000. وانا جالس نصوب لك دستور الدساتير بحال اللعب، الدساتير ما دارش بك طريقه. يعني انت بناء على اش كتمثل؟ ساهل فهمك، قول اللي بغيتي بناء على اش. اذا هذا الشيء علاش باش قرارات مجلس الامن والامم المتحده وحتى المغرب ملي كيقول الاطراف، ما كيقول الاطراف من الجزائر وموريتانيا ومعهم بوليزاريو، المغرب ما تيقولكش بوليزاريو ماشي طرف في النزاع، ولكن ماشي بوحدو. المغرب ما تيقول نهضر مع بوحدو كنضيع الوقت. الا هضر المغرب مع البوليزاريو وسبق ليه التفاوض مع البوليزاريو وتلاقى معنا، المغرب راه كيعرف جيدا اش كيقول، جرب سنوات وهو راه تعامل مع البوليزاريو واكتشف انه البوليزاريو مجرد بيدق، ما كيهزو ما كيحطو، ما يمكن يتفقوا معك على حتى حاجه. اللي اتفقتي معاه على البوليزاريو خصهم يمشيو يقولوها العسكر ديال الجزائر ولا غير العسكر ما يديروهاش فمع مدوي. اذا قانونيا طرف، واقعيا لا تمثل الا نفسك، لكن اللي كيتحمل المسؤوليه عمليا هي الجزائر، هي اللي موكله هذاك الطرف، هي مصوبه، هي صانعك، هو وضعيتهم هي هذه. اذا هما اللي غيمشيو للتفاوض بناء على اش؟ بناء على انهم كيمثلوا رؤوسهم، كيمثلوا اطروحتهم، افكارهم، رؤوسهم، ما كيمثلوش السكان ديال الاقليم. شكون تيمثلهم في التفاوض؟ تمثلهم المغرب، تمثلهم الدوله. علاش؟ لانهم اللي غيقول للدوله سيدي انا كنمثل السكان، كنتكلم بسميتهم. علاش تكلم بسميتهم؟ لانه اولا انت كتكلم على ناس كاين عندهم ممثلين ديالهم قانونيين وشرعيين وهذا منتخبين. بغيتي تحسبهم انهم منتخبين في ظل اقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، اسيدي احسبهم. بغيتي تحسبهم هذا واخا، واش كاين الدوله التي تقوم بالاداره حسب واخا داك الشيء ما كيتماشاش، لانه كيتناقض مع الماده 12 من ميثاق الامم المتحده. ميثاق الامم المتحده كيقول لك الا مجلس امن البشر الجمعيه العامه ما عندها علاقه بالموضوع واخا، لكن انت كتقول لي يا سيدي بغيتي تعتبرهم اللجنه الرابعه،
ياك الاقاليم لائحه الاقاليم غير المتمتعه بالحكم الذاتي، القرار 15 14 والقرار 15 41 كيقول لك ان الدول التي تقوم باداره احد الاقاليم الغير المتمتعه بالحكم الذاتي خاصها دير لها تنميها، والتنميه هي تنميه اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه. والتنميه السياسيه شنو هي التنميه السياسيه؟ هي الديمقراطيه، هي المشاركه السياسيه، توسيع المشاركه السياسيه. ضمن المواضيع ديال التنميه السياسيه. وملي كنهضروا على التنميه السياسيه بهذا المعنى، واش الناس كيشاركوا في الانتخابات ولا ما كيشاركوش؟ واش كينتخبوا الناس اللي كيمثلوهم ولا ما كينتخبوش الناس اللي كيمثلوهم؟ وشحال ديال المفاوضات وشحال ديال المشاورات شحال كانوا كيمشيو ممثلين على الاقاليم الجنوبيه منتخبين كيمشيو مع وزير الخارجيه وتيشاركوا في اللقاءات في مجلس الامن، تيشاركوا في اللقاءات هذا تيكونوا حاضرين. بمعنى المغرب ملي تيقول لك امثل الساكنه، كيمثل الساكنه، عنده المداخل القانونيه واضحه، بغيتيها بالسياده بالسياده، بغيتيها بالتبرير اللي بغيتي. كاين ممثلين شرعيين قانونيين ديال السكان، وهذوك الممثلين ديال السكان تيقول لك حنا مغاربه والسياده المغربيه على هذا الموضوع غير قابله للنقاش. فباش ما بغيتي، اذا السكان اللي هما السكان ديال المنطقه المتنازع عليها عندهم ممثلين ديالهم، المغرب كيمثلهم، الدبلوماسيه المغربيه تمثلهم. الناس اللي هما في تندوف المغرب يمثلهم، كيدافع عليهم المغرب. الناس اللي خاصنا نعرفوهم. انت كتقول لي راهم جالسين تما برضاهم عشاق تخييم، مع عجبهم الحال، عاجبينهم الخيام، عاجبهم تما، عندهم موقف سياسي كيعبروا عليه مزيان، خلينا نسمعوا منهم. تقول انا مفوضيه إذا الإحصاء واضح ودقيق ويقولوه لنا، وما نعرفوا شحال من واحد تما كينتمي لمنطقة النزاع، وشحال من واحد تما كي جالس تما برضا عنده موقف سياسي، خصنا نعرفوه. وعنده الحق، عنده حقه أنه يكون عنده موقف سياسي ويكون تما بناء على موقف سياسي حر، باش نتفق المغرب مع الجزائر مع بوليزاريو واحد النهار وبغاو يرجعوه بالزز، عنده الحق فين هو يرفض الإعادة القسرية، ما يرجعش يمشي يدير غير خبرة طبية نفسية كتبيح ليه أنه يقول خصو يبقى تما، يبقى في تندوف، حقه هذاك. فالبوليزاريو اش كيمثل في هذه الحاله؟ ما كيمثل لا الناس اللي في تندوف، ولا كيدافع عليهم، ولا كيدافع على حقهم في اللجوء، ولا كيدافع على حقوقهم اللي كتقرر من اتفاقيه اللجوء، ولا كيدافع على حقهم في الاحصاء، ولا شي حاجه. ما كيدافعش حتى على الناس اللي هما تحت يديه، كيمارس عليهم سلطه غير قانونيه، بتفويض غير قانوني. يعني هذا مأزق كبير كيعيش فيه البوليزاريو. اذا هو يخاطبه مجلس الامن ويخاطبه المسلسل ديال التفاوض باعتباره طرف، لكن كتنظيم حمل السلاح ويناكف ويعاكس المغرب في الوحده الترابيه ديالو. هو واش بغى يدير دابا البوليزاريو؟ بغى ينقص، بغى يتجاوز هذه المعضله. هما ديما كيديروا هكا البوليزاريو، تيقلبوا دائما دايرين بحال الفيروسات ديال الحوازيب، تيبغي ينسخ راسو بطريقه اخرى، تيبغي يصايب نسخ اخرين منه، خدمه الفيروسات. حتى الفيروسات اللي كتصيب الكائنات كيبغي يدير نسخ منه، تيبغي يصنع دائما نسخ منه جديده ويلعب لك على التضليل ويضلل. هو اش كيدير؟ بغى ينقص من هذا الوضع المأزق اللي هو فيه، بغى ينقص عليه، بغى يمشي عند الاوروبيين وتيقول لهم باسم السكان. سي انت كتكلم، انت تنازع المغرب، ما عندك حتى شي آلية كتقول ان السكان فوضوك تكلم سميتهم. السكان تما في ديك المنطقه المتنازع عليها ما كتمثلهمش انت. تقدر تشكك في انتمائيه المغرب تاعك ولكن انت ما كتمثلهمش، ما تدوش بلسانهم. يعني خاصك تكون كتمثلهم اولا، عاد تشكك في انتمائيه المغرب لهم، ما كتمثلهمش. وهذا هو المأزق اللي باغيين ينقزوا عليه. داكشي علاش كتلقاهم مره خاصهم يشاركوا هنايا، مره يديروا هنا، مره. لكن هادشي كيريب لهم الحفله، علاش؟ لانه الاوروبيين دابا ولاو عايقين بهم. الاوروبيين صافي مواقف ديال الدول الاوروبيه وحتى ديال المفوضيه اللي كانت واضحه. هما رجعوا الاتفاق الصيد البحري، رجع اتفاق الزراعي بعدا اولا، وهو رجع اتفاق الصيد البحري عليه التفاوض. يعني اوروبا اساسا تجاوزت هذا الشيء، ما بقاش باغا تطيح في هذا المشكل، لانه عرفت ان بعض المعتوهين، بعض المجانين كانوا في اوروبا لا في المحكمه ولا في البرلمان الاوروبي كيدفعوا في هذا الاتجاه، كيعرقلوا مشاكل اوروبا او يعرقلوا مصالح اوروبا ويديروا لها المشاكل مع المغرب. هي ما محتاجاش لهذا الشيء، باغاش تدخل لي في هذا الموضوع كامل. فملي ولاو كيقلبوا يتخبوا في الاوروبيين اش كيديروا؟ تيقول لك اسيدي انا ما غاديش البوليزاريو هو اللي عرقل لي مصالحي مع الاتحاد الافريقي ومع افريقيا، انا محتاج العلاقات مزيانه مع الاتحاد الافريقي. واخا اجي الاتحاد الافريقي نديروا القمه الاوروبيه المشتركه، وهذا البوليزاريو اللي هذا المشكل، انت الاتحاد الافريقي جبتيه لانك كتعتبره دوله عندك، الله يعاونك شغلك هذاك، منك مشكلتك مع المغرب ومشكلتك مع راسك. انا في الاتحاد الاوروبي اش غندير؟ غنحملك المسؤوليه انك انت اللي جبتيه، باش تحمل مسؤوليتك مع المغرب وتحمل مسؤوليتك مع راسك. انت عندك معضله تنظيميه، هذيك دوله ما كايناش في الوجود، ما كايناش في الكوكب، وانت ديرها معتبرها عضو، لا هي عضو مراقب، لا هي ديرها عضو كامل العضويه، وهي ما عندهاش الصفات ديال الدوله حسب الاتفاقيه ديال مونتي فيديو، لا اقليم لا سكان دائمين لا سياده لا تعجب، وانت ديرها مخاشيها معك. ما عرفتيش تغير هذا المشكل، عاود راسك، هذاك مشكلتك انت، شغلك هذاك. لكن بالنسبه لي انا كاتحاد اوروبي علاقتي معك مزيانه شيء، ولكن هذا الموضوع غندير فيه موقفي كنتحملش مسؤوليه. يعني ما تدخلنيش انا في هذه المشاكل، منك للمغرب، منك لراسك، انا ما تدخلنيش في هذا الموضوع، ما تدخلنيش في هذه المعضله.
يعني الا كان البوليزاريو باغي يجي باش يتخبى عند الاوروبيين باش يدير مشكل بين الاوروبيين وبين المغرب، ولا يدير مشكل بين الاوروبيين وبين الاتحاد الافريقي، عرفنا هذه القضيه نقصناها تجاوزناها. اذا فين كيبقى المشكل؟ المشكل كيبقى عندك في الاتحاد الافريقي، ديما كيتحصر هذا المشكل، المشكل في الاتحاد الافريقي، ماشي مشكل في العلاقات المغربيه الاوروبيه، ماشي مشكل في العلاقات الاوروبيه الافريقيه، لا خلي المشكل في الاتحاد الافريقي. هذه الضربه. يجيو يهضروا مع الاوروبيين يقولوا لهم الموضوع ديال هذا يعني الاتفاقيات مع المغرب وكذا والسياده والسكان وهذا وداك الشيء، المغرب ما تبغى الاتحاد الاوروبي ما كيتعاملش معك على اساس انك عندك شخصيه قانونيه وعندك الحق تخاطبه. ما عندك شخصيه قانونيه انت بوليزاريو لست شيئا. يقدر شي حزب من الجزائر يديرها عنده، لانه حزب خاصو يتجاوز القنوات الدبلوماسيه والقانونيه وهذا ويخاطب الاتحاد الاوروبي، ويقدر الاتحاد الاوروبي يجاوبه. حزب من تونس، حزب من هذا، حزب من مكان، لكن تكون كاين حزب سياسي مؤسس في واحد الدوله يعني عنده وضع شرعي. انت تنظيم مسلح، والتنظيم المسلح ما عندكش الجرأة حتى تقول انك راك كتقوم بعملياتك من داخل الجزائر. ما عمرهم يقولوا البوليزاريو، ديما الاراضي المحرره، وهذيك الاراضي المحرره لا يتواجد فيها احد. اليوم يحاولوا يثبتوا وجودهم في ديك الاراضي المحرره، ولا يحاولوا يقنعوا، ولا يحاولوا يصنعوا غير في بركه. ما بغاش تشد لهم هذيك القضيه الاراضي المحرره، ما بغاش تصدق، كيكذبوا بها على بعضياتهم. الناس العالم الدنيا كلها كتعرف ان ديك الاراضي المحرره وهم اسطوره ما كايناش، كاينه في اذهان البوليزاريو فقط، بعقل البوليزاريو. يروجوها في صفحاتهم الفيسبوكيه ورجوها في مواقعهم الالكترونيه. لكن واقع الامر انت جالس في الجزائر وما عندك الجرأه تقول ان تنظيم مسلح يعملوا في الاراضي الجزائريه. علاش؟ لانك مخبي وسط اللاجئين، ودوك اللاجئين ما مخليهمش يكاملوا الصفه ديال انهم يحصلوا على صفه اللاجئ بالمعنى الدقيق للكلمه. شي منهم محتاج زو وشي محتاج شي جزء من اللاجئين هازين السلاح، محتاجين جزء اخر وجايبين مرتزقه من دول اخرى تخريقه ما باغيناش تكشف. شكون هذا الاتحاد الاوروبي اللي غيكون عنده العقل؟ وطرات لهم مع بريطانيا من قبل، حاولوا انهم يتعاملوا مع بريطانيا ويتعاملوا مع القضاء البريطاني، قال لهم القضاء البريطاني ما يمكنليش، ما عندكش الصفه تخاطبني. شوفوا شي محاميه هذيك الساعه في بريطانيا، كان واحد المحاميه يساريه رفعت لهم ورد عليها القضاء البريطاني. اولا ما عندهمش الصفه اللي كيطالب مطالب، ما كاينش، يعني المدعي اللي خاصو يدعي ما كاينش، وهذاك الطرف الاخر اللي كيدعي يعني بسميته هو اللي هو محاميه او جمعيه حقوقيه، ولا بحال جمعيه المزارعين الفرنسيين اللي كانت في 2019 حركوا هذيك المسطره. حرك المسطره كيف ما بغيتي، ما انت ماشي متضرر. القانون كله يقوم على فكره انه اللي غيدعي يكون متضرر. بغيتي تحرك الاتهام حرك الاتهام، ولكن خاص تكون عندك صفه. باش من صفه؟ دابا البوليزاريو ما عندكش الصفه اساسا، لما يتعاملوا معك كاشخاص كشخص. مثلا دابا ابراهيم غالي شنو هو مواطن جزائري قانونيا، عنده جواز سفر جزائري وقانونيا جزائري، مواطن جزائري عاطل جواز سفر جزائري ومواطن جزائري. ما كاينش شي حاجه سميتها ديك الجمهوريه ديالو هو اللي مسمي راسو رئيسها وكيعتبر راسو مواطن فيها. ما كايناش ما يعرف بها حد. الامم المتحده ما تعرفش بها، ما عندهاش هذه الوضعيه القانونيه. حزب البوليزاريو حزب فاش حزب اي دوله. شنو البوليزاريو؟ تنظيم مسلح ينازع المغرب، وكان في حرب نزاع مسلح، ودخل من بعد دخل العمليه السياسيه، وبقات الجزائر كتستعملهم كعنوان. اذا كل شيء شكلي وهمي. لكن المغرب كيواجهوا علاش؟ كيواجهوا لانه كيحاول يحدث لك اطار قانونيه ويحاول يفتح لك مشاكل، كيحاول يعرقل المغرب، يعرقل ليه مصالحه، يعرقل ليه استثماراته، يعرقل ليه علاقاته الدوليه، يشوش عليه. فكيواجهوا في هذا المستوى. هذاك الشيء كان جلاله الملك قال لهم راه ما كنناقشوش السياده المغربيه على الصحراء، فيهاش النقاش، واللي قال شي حاجه يقرب من السياده المغربيه الصحراء كائنا من كان. كنتكلموا على نزاع مفتعل، كنتفاوضوا من اجل حل هذا النزاع المفتعل. وفي هذا النزاع المفتعل البوليزاريو كيتقاتل دائما انه يوسع الصفه ديالو. هادشي علاش كيقلبوا دائما يتمخشوا في كل بلاصه. والاتحاد الاوروبي راه كيبغيو يضغطوا عليه، لانه مره يدعيوه انت كيفاش كتدعيه وغادي باغي تشارك معاه، لانه كيقلبوا دائما يضغطوا على الاتحاد الاوروبي باش هذه مقابل هذه. ما نضغطوش عليك في هذا الموضوع، ما نشوشوش عليك هنا مع المغرب، ما نديروش لك المشكل، لا خلينا نشاركوا ميك ودوزها بحال زعما راك معترف بينا ورحنا الدوله، لانه باغيين يوسعوا هذيك الصيغه ولا هذيك المساله ديال انهم راهم عندهم الشخصيه القانونيه، وانهم راه عندهم الوضع اكبر، يعني عندهم وضع اعتباري اكبر. وهذا الشيء يعني مشتركه فيها جنوب افريقيا مع الجزائر، مشتركين في التخربيقه. حتى في قمه العشرين كيديروا نفس مره في البريكس بنفس الطريقه. وفي تيكاد دارتها مثلا فاش داروها في تيكاد في المره الاولى، المره الثانيه دارت لهم الحفله عاوتاني اليابان، حيت كاين بعض القمم اللي من النهار الاول ريبوا هذا الموضوع هذا المبدا. بحال دابا القمه الافريقيه الصينيه، القمه الافريقيه الامريكيه
الخليجيه امور مضبوطه. كاش كيديروا الصين مثلا؟ كتقول لهم يجيو الدول اللي عندي معهم علاقات دبلوماسيه، ما كديرش الاتفاق من النهار الاول، ما تهضرش مع المفوضيه، حيت ملي كديروا مع المفوضيه ملي غتولي هي اللي كتنسق كتوجه رساله بالنسبه لها بوليزاريو دوله عضو معتبرينها دوله عضو، فما يمكنش يصيفطوا كل شيء وما يصيفطوش لها، عندهم هذا المأزق طايحين فيه. لكن ملي كيولوا الدول كيتعاملوا مع الدول الاعضاء بحال الروسيه مثلا، القمه الروسيه ولا بحال كيجيو تيقول لهم سيدي لا انا ما كنتعاملش مع المفوضيه، ما كنتعاملش مع الاتحاد الافريقي كيكيا، يعني كنوجه الدوله اللي مضيفه اللي هي مثلا روسيا ولا هي مثلا الصين ولا هي مثلا الامريكان، كتوجه دعوه للدول اللي عندها معها علاقات دبلوماسيه اللي كتعرف بها، هي كتعرف بها وعندها معها علاقات دبلوماسيه، كتصيفط لهم وكتصيفط الدعوه للمفوضيه، يعني كتحضر المفوضيه بشخصيتها المعنويه هي كتمثيليه للاتحاد الافريقي، ماشي كتصيفطهم ماشي كتجي هي كذا وهي اللي كتعرض للدول الافريقيه. هذا هو التفصيل اللي كاين عند الاتحاد وكاين في الاتحاد الاوروبي، وهذا التفصيل هذا غادي يتغير مع مرور الوقت. ونهار الاتحاد الافريقي كتبدا كتنضج فيه الممارسه ديال انه في اتجاه انهم يحلوا هذا المشكل بعد ما التفاوض يبدا، ومن بعد لانه البوليزاريو واش باغيين يديروا؟ باغيين يوسعوا الصيغه ديالهم ديال التوصيف ديالهم كطرف ولا كهذا، بغاو يوسعوها على المستوى ديال الممثل، يعني كيتفاوضوا يحضروا في تفاوض بسميتهم اش باسماش، كيتفاوضوا بشكون باسم شكون. هذه من الامور اللي غادي تكون في التفاوض، تروح البوليزاريو كتهضروا سميتكم، ما تهضرش على السكان، ما تهضرش على المخيمات خاصنا نديروا فيها الاحصاء، نعرفوا هذوك الناس شنو رايهم، ما كنعرفوش رايهم، ما عمرو دار تما شي احصاء ولا شي هذا باش نديروا، هما لاجئين يمكنش دير عندهم انتخابات، ماشي هما اللي يصوتوا لك، ما كاينش عمر شي لاجئين في شي بلاصه في الدنيا كتصاوبوا دوله في مكان اللجوء في مخيمات اللجوء، ما كايناش. انت كتقول زعما انك دوله، انا ما كنفاوضوكش باسم اعتبارك دوله، كنتفاوضوك باعتبار تنظيم مسلح وكنديروا نفاوضوا، ما كاينش مشكل، القتله كيتفاوضوا والمجرمين كيتفاوضوا والارهابيين يتفاوضوا، ما كاين مشكل تنفاوضوك، ولكن شنو حجمك في التفاوض؟ نفاوضوك علاش كنفاوضوك بالضبط؟ هذا هو الاسئله اللي كيطرحوا في التفاوض الدبلوماسي بين يعني في المشكلات وفي المعضلات وفي النوازل الدوليه بين الاطراف ديال النزاع. الجزائر كنفاوضوها باسمها دوله طرف، ماشي كنفاوضوك انت، ماشي دوله جاره، ماشي دوله، انت دوله طرف. بغيتي نخفوا معك هذا نلقاو لك مخرج، نلقاو لك كذا، اسيدي نقبلوك وسيط من داخل كونك طرف، ديك الوضعيه ديالك الطرفيه انك طرف بغيتي انت تصرفها في انك وسيط، لكن الوسيط خصو يكون محايد، خصو يكون كذا مجموعه شروط ديرهم، تدخل سوق راسك دير في جهه ضراك، تبعد من البوليزاريو ما تبنيش عليه ماشي يديروا، هز يدك على هذا الشيء، سيدي وسيط صافي نعتبرك وسيط، نعطيوك هذا انت بغيتي تخرج من المأزق نعطيوك وسيط. لكن بالنسبه للبوليزاريو لا، انت طرف باعتبار تنظيم، لا جمهوريه ولا وز ولا بط، ما تعاود ماش نهضر مع حتى واحد مصنط لها، ولا تمثل احدا، تمثل نفسك، يعني بحال كتحاور مع بحال شي تفاوض دابا مع القاعده ولا مع داعش ولا كيتفاوض مع ما كاينش ولو انه الارهاب ما كيتفاوض مع حد، لانه كاين دول كثيره اللي القوانين ديالها كترفض التفاوض مع الارهاب والتفاوض مع هذا انه مرفوض، ولكن كنتكلموا على التنظيم، تفاوض مع التنظيم ما كاينش مشكل تفاوضوا مع التنظيم. وهذا الشيء علاش المغرب ما بغاش يصنف بوليزاريو تنظيم ارهابي. بالنسبه للاخوان اللي بعض المرات كيدافعوا على هذه الفكره بزاف، وكاين اللي تيبغيوها المغرب ما بغاش يصنفوه كتنظيم ارهابي، ممكن دول اخرى تصنفوا تنظيم ارهابي غادي تضغطي عليه، لكن المغرب ما يصنفوش كتنظيم ارهابي، ممكن يصنفوا تنظيم ارهابي وانت عندك ضوابط ديالك ما كتفاوضش مع الارهابيين، ما كتفاوضش مع كتعتبروا تنظيم مسلح، تنظيم انفصالي، تنظيم كذا، تفاوضوا باش تعطيه الصفه السياسيه اللي تخليك انت باش بغيتي دير، بغيتي تفصلوا على الجزائر باش دير لي عمليه ديال اعاده الضبط واعاده، هذا هو المطلوب. هما كيقلبوا على انهم يوسعوا الصيغه باش يعكلوها اكثر، باش المفاوضات يكونوا عندهم اوراق يوظفوها. قلت لي انا راه جاي وكنمثل، وتعرفوا لي الاوروبيين وتعرفوا لي هادو وتعرفوا لي هادو. وهاد المشاكل اللي كتوقع ديال هاد التشوش اللي كيوقع، هاد المأزق اللي كيوقع دائما ديال العضويات، شكون اللي كينزل عليه الثقل؟ كينزل الثقل على الاتحاد الافريقي، لانه الاتحاد الافريقي انت بناء على هذه المفاوضات امن وسلم ممكن في لحظه من اللحظات ينوضوا هما يبغوا يعاودوا يفعلوا هذاك المقتضى ديال انه الاتحاد الافريقي يكون طرف في المفاوضات، يقدروا وهما كانوا طارحينها شحال هذا المشروع عندهم قديم، انهم ديما كانوا كيطرحوا انه مجلس الامن والسلم الافريقي يكون عنده دور في المفاوضات، طرحوها مبكرا للجزائريين وتدافعوا لها ديما. لكن لانه واش غيدير مجلس الامن والسلم لو الاتحاد الافريقي دخل كطرف على الموضوع والمغرب قبل شحال هذا؟ شنو كان غيدير الاتحاد الافريقي؟ غيبقى يتكلم معك على اساس انه راه كيتوسط
من اجل حل النزاع بين دولة عضو في الاتحاد الافريقي. هنا يعطيهم وضع متقدم هو اللي بغاو دولة بمعنى عندها سكان، بمعنى عندها تمثيلية، بمعنى تمثل السكان. هو هادشي اللي بغاو كيقلبوا كيف ما الفيروس كيبغي ينسخوا راسهم في صيغ اخرى باش يخادعك دائما ويكثر عليك ويهاجمك. هكا كيفكروا. المغرب ديما كان كيقول لهم حصريه اختصاص الاممي وحصريه اختصاص مجلس الامن. وفي 2018 بمجرد المغرب رجع في 2017 دخل الاتحاد الافريقي، 2018 خرج القرار ديال مجلس الامن ديال مجلس الامن والسلم ديال المؤتمر الافريقي ولا ديال هذاك يعني القمه ديال نواكشوط، انه حصريه قرار او حصريه الاختصاص ديال مجلس الامن تابع للامم المتحده، ماشي مجلس الامن والسلم الافريقي، ما عنده علاقه بالموضوع. انما طرحوا هذه القضيه في يوم من الايام وقال لك سيدي بغينا يكون المقتضيات ديال الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحده واضحه، كتقول لك انه يمكن للمنظمات الاقليميه انها تكون مساعده للامم المتحده بحال كيف ما وقع في مخطط التسويه المشترك في 88 كانت منظمه الوحده الافريقيه جزء من العمليه السياسيه، ساهمت مع الامم المتحده. ولكن شنو الشرط؟ خاص المعنيين بالامر يقبلوا، خاص المغرب يقبل. ما يمكنش واحد يقبل واحد يرفض، لا واحد يقبل واحد يرفض ما يمكنش يكون دور، خاص يوافقوا كاملين. فانا ذاك بالنسبه للمغرب ممكن يقبلوه، هما مثلا يقول لك سيدي بغينا المغرب، انا ذاك يقول لك انا القبول ديالي معلق على واحد الشرط، ما يمكنش انا كنفاوضك وانت داير لي دوله والدوله ما كايناش، انا غنفاوضك كتنظيم، بغيتي نفاوضك حيد سوي لي الوضعيه بعدا ديال الاتحاد الافريقي، سوي الوضعيه نفاوضك كتنظيم. لانه اصلا علاش كنفاوضك بناء على قرار مجلس الامن اللي تيقول لك الحكم تفاوضوا الحكم الذاتي، ما نفاوضوش شي حاجه اخرى. انت تقرير المصير فهمتيه انه بدائل اخرى، شغلك هذا تقرير المصير راه مبدا عام، تقرير المصير ماشي هو استفتاء، وانت اللي بغيتي تفهموا الاستفتاء صرفوه في الحكم الذاتي داخل الحكم الذاتي. وهذا الشيء بطبيعه الحال كنتكلموا بلغه القانون، لكن الاطار العام الذي يجري فيه كل هذا هو العلاقات الدوليه بادواتها الواسعه يعني معادلاتها المعقده. هذا هو لب الموضوع. إخوان كنتمنى هذا الحديث يكون مفيد، كنشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة، وإن شاء الله نلقاكم يوم غد في موضوع آخر وفي قضية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل وصل تنظيم البوليزاريو اليوم إلى مرحلة الانسداد النهائي حيث لم تعد له أي قدرة على فرض نفسه كطرف سياسي أو قانوني في ملف الصحراء؟ النص يشرح الوضعية الحالية التي يعيشها التنظيم، وهي وضعية تظهر بوضوح أنه يوجد في مأزق غير مسبوق. فقد حاول لسنوات تقديم نفسه باعتباره مخاطبا قانونيا أو كيانا سياسيا، لكن الواقع الدولي ظل يؤكد أنه مجرد تنظيم مسلح مدعوم من الجزائر دون أي صفة تخوله تمثيل السكان أو الترافع باسمهم. يتبين أيضا أن البوليزاريو يعتمد على خطاب إعلامي وهمي للتغطية على ضعفه الداخلي، مستعملا أساليب قديمة لاستقطاب الدعم، بينما ظلت الجزائر وجنوب إفريقيا وبعض الأطراف الإفريقية هم الداعمين الأساسيين له. ومع تغير مواقف العديد من الدول الإفريقية وتحول بعضها نحو الحياد أو التقارب مع المغرب، أصبح التنظيم محاصرا حتى داخل الاتحاد الإفريقي نفسه. على المستوى الدولي لم يعد الاتحاد الأوروبي يعترف للبوليزاريو بأي صفة، واعتبروا أن إدخال هذا الكيان هو مسؤولية الاتحاد الإفريقي وحده، رافضا تحويل الأمر إلى خلاف بينه وبين المغرب. كما أن مختلف المحاكم الأوروبية والبريطانية رفضت الاعتراف بأي صفة قانونية لهذا التنظيم، لا كدولة ولا كهيئة تمثل السكان. ومن جهة أخرى يتضح أن تمثيل سكان الأقاليم الجنوبية يتم عبر مؤسسات رسمية ومنتخبين شرعيين، بينما لا يملك البوليزاريو أي شرعية تمثيلية حتى داخل مخيمات تندوف التي تفتقر أصلا لإحصاء قانوني يحدد من هو لاجئ ومن هو محتجز ومن ينتمي أصلا للمنطقة. وفي النهاية يبدو أن التنظيم يحاول الهروب من مأزقه بالبحث عن ثغرات خطابية أو قانونية، لكن الاتجاه الدولي أصبح واضحا: لا صفة قانونية للبوليزاريو، ولا قدرة له على فرض نفسه كطرف يمثل السكان، ولا وزن له خارج رعاية الجزائر. فإلى أي حد يمكن للتنظيم أن يستمر في هذا الوضع في ظل التحولات الإفريقية والدولية التي تزيد من عزله وتكشف هشاشته السياسية والقانونية؟